هذا وقد تداول نشطاء فيديو على شبكة الإنترنت يظهر اقتحام مجهولين لمحل أولاد رجب بالمنصورة ونهب ما بداخله من سلع. كابتن ليه كل واحده ليه كل واحده لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف حسن، وهو أحد شهود العيان من المنصورة. أهلا بك أستاذ حسن، كيف كان المشهد اليوم في المنصورة من عمليات سلب ونهب؟ حقيقة ما حدث اليوم في المنصورة أشبه بالحرب الأهلية التي دعا إليها من أيام في لقاء نجيب ساويرس. شهدت اليوم المنصورة اقتحام شركة دار السلام للسياحة وإشعال النار في السيارات الخاصة بالشركة وإصابة صاحب الشركة بالأسلحة البيضاء، ومما أدى إلى تحويله إلى مستشفى في حالة خطيرة. وهناك أيضا اقتحام لمحل أولاد رجب المجاور للسجن العمومي بالمنصورة. قام مجموعة من البلطجية باقتحامه وتكسير الوجه الزجاجي الخاص به وسلب المحتويات الداخلية بأكملها، لم يتركوا فيه أي شيء. وعند سؤال الموجودين لماذا تفعلون بهذا، قالوا أن أصحاب هذا المتجر إخوان. وهناك أيضا مدينة أجا شهدت اليوم حالات خطيرة من اقتحام مركز عرب سكان للأشعة وإشعال النيران فيه، واقتحام منزل من 3 طوابق وسرقة محتوياته، وتم تكسير بعض المحلات بمدينة أجا، شيء لم نراه من قبل في مدينة المنصورة أو الدقهلية بأكملها. طيب، شركة دار السلام التي تم اقتحامها أيضا كما ذكرت، ما هو المبرر الذي يعني كان موجودا لدى المقتحمين؟ ما سمعت من شهود العيان اللي كانوا موجودين في المكان، أو أنا كنت موجود في المكان برضه، شاهدت إن هم قالوا إن الدور اللي هو موجود في الشركة في واحد منه خرج وصور بالموبايل وأشار لهم بشعار رابعة، مما أدى إلى اقتحام المبنى وتكسير محتوياته وضرب. طيب، استمعنا إلى إحدى الفيديوهات الخاصة باقتحام محل أولاد رجب. واحد بيقول اللي ياكل لوحده، يعني الناس كانت بتسرق وبتنهب، وواحد بيقول اللي بياكل لوحده، يعني قصده اللي بياكل لوحده يزور. يعني هي كانت عمليات نهب وسرقة ولا عمليات انتقام ممن يؤيدون الإخوان إذا صحت هذه الأنباء؟ لا صراحة ما شهدت اليوم هو نهب وسرقة، ليس الموضوع إخوان أو غيره. أولاد رجب كان يتم اللهب فيه بطريقة فظيعة. شاشات التلفزيون العرض LCD العرض تم سرقتها بشكل غريب. بمبر الأطفال تم سرقته. الثلاجة الخاصة بالمشروبات الغازية سرقت، ويتم إلقاء الحاجة من الداخل للناس في الخارج حتى يسرقوا. طيب، شركة دار السلام كما ذكرت هي مجاورة للسجن العمومي، وكذا هناك اقتحام لبعض البنايات السكنية بجوار مديرية الأمن. أين كان الأمن حينها إذن برأيك؟ صراحة أنا لم أشهد تواجد للأمن. الأمن أثناء مرور الجنازة مر مع الجنازة ولم يشاهد بعينه أي شيء، يعني شايف كل حاجة قدامه بس مش عايز يتدخل. دي الجنازة اللي كان فيها وزير الداخلية موجود؟ أي اللي كان فيها وزير الداخلية موجود، يعني هو أثناء الجنازة هذا الحدث. طيب، إذن شكرا لك الأستاذ حسن، وهو أحد شهود العيان، كنت معنا من المنصورة. والحديث يدور عن أن هناك أعمال عنف أو أعمال نهب وسلب
وبلطجة وسرقة في الدقهلية في المنصورة تحديدا في ظل غياب تام للأمن. شكرا جزيلا لك على العموم الأستاذ حسن.